لا تكاد تصدق أنها نجت من الموت، كما لم تستوعب بعد أنها أضحت آمنة من صنوف العذاب التي صبت فوق رأسها صبا كما تقول. شويا خادمة إثيوبية اعتقدت أن الحظ ابتسم لها حين حظيت بفرصة عمل في بيت هنبال ابن القذافي، لكنها اكتشفت أنها دخلت بيتا لا يخرج منه الخدم سالمين أبدا. مرة حرقتني بعد يمكن 6 شهور هيك. ايه حرقتني بالماء هيك، بالماء ما يكبت علي كله، تمسك ايدي ولا بتربط ايدي ولا ورا، بعدين بتكب ماي مقلب. كل أساليب التعذيب كانت مباحة، الضرب والتجويع والحرمان من الاتصال بالأهل. يبدو أن سيدة البيت كانت تستلذ بتعذيب الآخرين. بدور منه ما لقيتش مكان، للبوابة كله في حريص ما في إطلاع. تعاني شويا الآن من آثار حروق من الدرجة الثانية في جميع أنحاء جسدها ومن كسر في يدها، تحتاج إلى رعاية طويلة الأمد كي تتعافى من جروح الجسد والروح. لما دخلنا وجدناها ملابس، يعني ما فيش ملابس عليها، وجدناها من غير علاج، حروق تامة بالجسم، بالأطراف، بالرجلين، بالصدر، بالبطن، بالرأس بالكامل. يعني القصة بدأت من هنا، أحد البيوت الشاطئية لهنبال القذافي. دخله الثوار منتصرين ليجدوا مفاجأة كبرى في انتظارهم، خادمة مربوطة تنزف وتتألم. أول ما دخلوا البيت الثوار تفاجئوا بأنها كانت امرأة محروقة تماما، حالتها صعبة جدا يعني. فبعدين قاموا بنقلها لشقة قعدت يومين في القرية لأنها كانت الطرق مش مؤمنة للمستشفى. بعد يومين جت سيارة إسعاف وقاموا بنقلها لمستشفى الحروق والتجميل. لا يبدو هذا الحادث استثنائيا في حياة هنبال وزوجته، فبسبب تعذيبه لخدمه أوقع ليبيا في أزمة دبلوماسية مع سويسرا قبل نحو عامين، تكفلت حينها أموال النفط وتهديدات القذافي بحل الأزمة. اليوم انتهى كل شيء، فر هو وزوجته ونجت الخادمة لتروي القصة على رؤوس الأشهاد. في الوقت الذي كانت فيه سيدة البيت وربما صغارها يعزفون مقطوعات من الموسيقى العالمية، كانت الخادمة تنزف دما من أثر التعذيب في الغرفة المجاورة. تبدو المأساة مزدوجة، مأساة الخادمة وأيضا مأساة الإنسانية حين يغيب ضميرها. محمد البقالي، الجزيرة، طرابلس.